السؤال ده من ضمن الاسئله اللي لازم تلاقيها. طب ها السؤال ده معناه ايه؟ المتتابعه اللي قدامك دي اللي انت مش فاهم لها حاجه حدها العام ايه؟ الناس اللي هتروح تقف عند المتتابعه وتبدا تفكر هو الحد العام بيساوي ايه؟ هتضيع عمرك ومجهودك وفلوسك وكل حاجه. طب الحل الاحلى بقى، تعال اقول لك. الحل الاحلى ان انا هحل النوعيه دي من السؤال من الاختيارات نفسها. قول ماشي. هو مين النون دي يا مستر؟ النون دي يا حبيبي المستر هي ترتيب الحد، يعني المتبعة فيها حدود، حد أول تاني. الحد الأول يعني ترتيب واحد، الحد التاني يعني الترتيب بتاعه 2، الحد الخامس الترتيب بتاعه 5. وعشان كده لما اجي اقول لحضرتك ايه الحد اللي ترتيبه ايه، فلازم يكون النون اللي هو بيعني الترتيب لازم يكون عدد صحيح وفي نفس الوقت يكون موجب. مش فاهم؟ هفهمك. هو انا ينفع اقول لك انت ساكن في الدور -4؟ عبيط انت ولا ايه؟ في حاجه اسمها كده؟ ينفع اقول لك انا ساكن في الدور -6.5 اللي هو ايه؟ امرني. ايوه، لما عاوز اخبط عليك فين؟ انا اعرف انا ساكن في الدور الخامس، السادس، الرابع، الثالث، اديني عدد صحيح ويكون موجب. وبالتالي ترتيب الحد مش قيمته ممكن تكون سالبه، موجبه، كسر، جذر، اي حاجه، لكن ترتيبه لازم يكون صحيح موجب. فهنا هعمل ايه بقى عشان اعرف مين في دول يكسبني المنظر ده؟ يبقى النوعيه دي من السؤال هحلها من الاختيارات. تعالى معايا كده